يعني أنا لا أفهم عندما تقول هجوم كاسح. ما تفعله إيران في سوريا هل هو حلال من قتل ونهب وخراب؟ ما تفعله في العراق، حولت عراق بلد حضارات إلى بلد للأسف قمامات، مثله مثل صنعاء، مثله اليوم مثل لبنان. هل هذا تريد أن تقول لم تفعل شيئا؟ كل هذا الخراب وكل هذا الدمار وكل هذا القتل وكل هذا الطائفية واقتحام السفارات وعدم احترام القوانين والأنظمة، وتقول لي لم تفعل شيئا؟ يبدو تعرف المشكلة أين؟ المشكلة فينا نحن أننا سكتنا على إيران كل هذه المدة، وإلا كان من المفترض أن نحاسبها قبل هذه المدة حتى تعلم. لكن إيران تظن لنفسها أنه لا يجب أن يرد عليها أحد أو يقول لها لماذا تفعلين ذلك. تظن نفسها فوق أن تساءل. إيران إرهابية هي ونظامها وما تقوم به، واليوم سنواجهها بنفس طريقتها، وإن لم ترعوي ستنتقل المعركة إلى أرضها وبين جمهورها كما ذكر الأمير محمد بن سلمان. جيد جدا. دعني أنتقل إلى لندن. ولن تفهم إلا هذه اللغة. نعم. طيب. إيران ليست الدولة الملائكية، لكن إيران ليست هي التي تقصف اليمنيين كل يوم. إيران ليست هي التي ترسل المتفجرات والإرهابيين إلى سوريا. إيران ليست هي التي ترسل المتفجرات والإرهابيين إلى العراق. وباعتراف الرئيس أوباما السابق عندما استقبل السيد حيدر العبادي في البيت الأبيض أشاد بالدور الإيراني في تحرير تكريت آنذاك، إذا تذكر ذلك جيدا. نعم. الإيرانيين دورهم دعم الحكومات الشرعية الموجودة. طيب جيد جدا. خليني أنقل هذه النقطة إلى السيد الشهري ليرد عليها إذا سمح. سيد الشهري، الفرق بين السعودية وإيران أن إيران تدعم أنظمة، تدعم بشار الأسد بوصفه رئيس النظام السوري الشرعي في سوريا، تدعم العراق بوصفه رئاسة وزراء وحكومة، تدعم الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة حكومية. ولكن الفرق عن السعودية أنها تدعم جماعات في سوريا وجيوش تسمي أنفسها بأسماء طائفية. يعني أنا أضحك من هذا السؤال، لكن سأجيب عليه. لا تضحك، جاوب. لكن دعني فقط أقول يعني لا أضحك وأجاوب. جاوب بعدين أضحك، تقدر تضحك. لا يجب أن أضحك على سؤالك هذا، لأنه هل دعمك للحوثي دعم للحكومة؟ دعنا من الكذب، خلينا نكون واضحين. لا نضحك على دعم الحوثي لو منه. هل دعمك لحزب اللات، هل دعمهم لحزب اللات هو دعم للحكومة اللبنانية؟ هل دعمهم لنظام أساسا، اسمح لي، أساسا هو لا يمثل السوريين؟ أنت تتحدث عن شبيح، عن مجرم بعثي، هم ضد البعث، لماذا يساعدون بعثي؟ دعنا من الكذب. ألم يقولوا يجب أن يستهدف البعث؟ دعونا من هذا النصب. ما تعمله إيران هي تدعم هذه الميليشيات الإرهابية الشيعية. يقول لماذا لا يخدم مذهبه؟ اخدم مذهبك. إذا كنت رجلا اخرج على التلفزيون وناظر علماء السنة واثبت أن دينك طيب ليش تحولون المشكلة السياسية؟ لماذا تتحول المشكلة السياسية إلى مشكلة طائفية؟ بالنتيجة لا إيران ستتحول سنية ولا السعودية ستتحول شيعية. اسمح لي يا أخي، لا تقاطعني الله يرضى عليك. هو تحدث ساعة وأنت تركته، أنا أتحدث لو سمحت لا تقاطعني. هذه من فقط بس اهدأ حتى يكون الحوار لطيف. لا الهدوء مع هذا الكلام الكذب لا ينفع. يجب أن نرد على نفس الطريقة الإيرانية بنفس الطريقة. هو يعني إذا أردتم أن تستخدموا التقية يريد أن يمارسها السيد نجاح كما يقول، أريد أن أقول له أنا أقول لكم نتحداكم في المناظرات وستعرفون أن بضاعتكم فاسدة. لكن ما تفعلوه تستخدموا الإرهاب وتقووا الميليشيات، ثم تقول نحن إسرائيل تضربكم يوميا وتضرب حزب اللات وتضرب بشار. ماذا فعلتم لإسرائيل يا سيد نجاح يا بطل؟ ماذا فعلتم؟ هل زلزلتم إسرائيل؟ ماذا فعلتم؟ أنتم موضوعون هناك لحماية إسرائيل، ولولا ذلك لما بقي بشار، ولولا رضا إسرائيل عنكم لما بقي بشار ولا بقي حزب اللات. تضحكون على مين؟ انكشفت لعبتكم. يجب أن تعملوا تحديث لكذبكم هذا، لم يعد ينطلي. كذبكم الذي في السرداب خرج، الناس عرفوه. هذا لو تحدثتم في الماضي. أما من هاجم مكة قبل يقول جهيمان هاجموه القرامطة ويعرف ماذا فعلوا فيه، وهم منهم القرامطة، وتعرف ماذا فعل القرمطي في الحجاج وماذا فعل في الحجر الأسود. يعني نتحدث عن موروث تاريخي لم يتغيروا، نفس الفكرة.
يعرف الغرب أنه ثأرهم يقولون يا حسين مع السنة، يصور أنه من قتل حسين هم السنة. يعني هو لا يهدد الغرب ولا يهدد إسرائيل، هو يستخدم لأن يفوت في عضد السنة الأمة، وهو طائفة ونحن الأمة والكل يعرف ذلك. يعني سيد حمدان، لماذا تتحدث بلغة طائفية؟ أنا أسألك سياسة، لنتحدث بالسياسة، اترك العقائد. يعني هذه طائفية. نجاح محمد علي صحفي وليس مرجع شيعي. تزور الحقيقة. شنو الحقيقة تزور؟ طائفة تريد تزورها؟ نعم تزورها. هذه حقيقة لا تستطيع تزويرها. الأمة هم السنة والشيعة ليسوا إلا طائفة قليلة. هذا تزوير إذا أردت أن تقول هذه تسمي ذلك. شنو علاقة هذا الموضوع بالعلاقة السياسية بين إيران والسعودية والعراق والسعودية؟ شنو العلاقة؟ يا سيدي يبدو أنك لا تريد أن تفهم أنت وضيفك. أقول لك هذه الطائفة تستخدم من برا من الغرب وغيرهم لتدمير السنة وتدمير الأمة، لتبقى إسرائيل في منعة من أمرها. إذا كانوا رجال ها هي إسرائيل جنبهم بجنب بشار وعلى حدود لبنان. أرونا ماذا لديكم، وأنا من غد أضع عمامة الشيعة. أرونا ماذا لديكم وزلزلوا أراضيهم، وأنا على طول هذا أقتنع بأنكم في الواقع تقاومون إسرائيل. لكن اتركوا الكذب وادخلوا إذا أردتم من هذا الكذب، وتعالوا مع المسلمين وانضووا تحت لواء المسلمين إذا كنتم صادقين، واسحبوا هذه الميليشيات الشيعية المجرمة التي دعمتموها بالإرهاب. لكن كما قلت لك هذا ما جعلنا نصبر عليكم كل هذه العقود. انتهى الصبر وجاء دور المحاسبة. وعلى إيران اليوم، على إيران أن تزرع ما حصدته من شوك، لأن شعبها يموت جوعا وفقرا. والعراق وكل مكان دخلت فيه إيران قتلت شعبه وجوعت وجعلتهم طائفيين. يعني دعمهم، يعني تقول لإيران لا تدعم غير الشيعة، أعطيني سنة غير أهل غزة التي هي تقول بذلك، يعني لتحاول أن تخلط الأوراق وتكذب. هي كل دعمها موجه للشيعة. طيب جيد. يعني هذا كل ما تفضلت به فقط اسمح لي فقط كل ما تفضلت به من حقك أن تتحدث به أكيد، حتى الألفاظ التي تختارها. ولكن دعني أسألك بالنتيجة اليوم عندما يتحدث بن سلمان عن نقل المعركة إلى طهران، هل يقصد أن الصراع سيجري في دول يعني يتصارع فيها الدولتين؟ مثل أعد السؤال. كيف ستنقل السعودية معركتها إلى إيران؟ هل ستنقلها عن طريق استخدام جماعات أم ستخوض حربا كما خاضها العراق 8 سنوات ضد إيران؟ طبعا السعودية لها الحق ولها الخيار في استخدام ما تريد، مثل باقي الدول العربية التي اشتكت من ما فعلته إيران. وهذه أعتقد هي عند المسؤول، هو يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب للرد على إيران. ويعني لابد من اختيار الطريقة المناسبة. على فكرة إيران بنفسها لا تستطيع الذهاب بعيدا بدون استخدام، للأسف أقول، الشيعة العرب. لو كانوا الشيعة العرب يعني كأهل الأحواز الذين يرفضون الاحتلال الإيراني ويقاومونه ولا يقبلونه، لكانوا العرب اليوم في منعة، ولا تطورت بلداننا وكان بيننا نماء اقتصادي وأخوة صادقة، ليس تفجير وتصدير للثورة الكاذبة حتى خروج المهدي الذي يجب أن تسيل الدماء في كل مكان حتى يخرج. يا أخي هذا مصاص دماء ليس مهدي. اترك المهدي رجاء، لا أرجوك. أنت تتحدث عن شاشة فيها شعب من هذه الطائفة الذي من أرجو احترام العقائد وعدم المساس بالعقائد. نحن نتحدث سياسة. لا نتحدث سياسة، عليك أن تتحدث بالسياسة. لا تذهب إلى أشياء أبعد من السياسة أترجاك، وأرجوك لا تتحدث إلى أشياء بعيدة عن السياسة. أنت تتحدث من شاشة فيها شعب عراقي فيه طوائف متعددة. لا تتحدث بهذه الطريقة لو تسمح. دعني أنتقل إلى لندن إلى السيد نجاح.